سندريلا سيكريت لهبة سواح. إلى كل روح تعشق الحياة، إلى هؤلاء الذين يفتقدون شغفهم فمضوا ببريق خافت ينتظر من يشعل فتيله. إليك أنت. المقدمة. ماما، هو أنت هتموتي إمتى؟ نعم؟ أنت عايزاني أموت؟ لا طبعا، بس أصلا أنا عمري ما هبقى سندريلا ولا تطلع لي الساحرة الطيبة ولا هروح حفلة الأمير اللي هيتجوزني ولا أي حاجة من القصة دي هتحصل طول ما أنت عايشة. طول ما أنا عايشة إزاي يعني؟ هي المشكلة فيا أنا؟ لأن أم سندريلا كانت ميتة وأم الأمير كمان كانت ميتة. طب ما أم نفيسة ودرية كانت عايشة. أيوة بس أنا مش عايزة أكون نفيسة ودرية. يعني أنت اللي واقف في طريق سعادتك دلوقتي إني أتكل على الله عشان لو كده أشوف طريقة يعني. لا خلاص خليكي، بس أنا عايزة أفهم حاجة. هو ليه لما جت الساعة 12 كل حاجة رجعت لطبيعتها ما عدا الجزمة؟ يمكن علشان وازاي الساحرة اصلا تدي سندريلا جزمة ازاز ومش ممكن تتكسر وتعورها؟ مش انت اللي بتقولي لي ابعد عن الازاز؟ الازاز بيعور فعلا، بس اصل الجزمة دي. وازاي يعني ازاي الجزمة ما جاتش مقاس اي بنت في البلد ما عدا سندريلا؟ ليه يعني مقاسها كام؟ وبعدين ازاي الجزمة تبقى مقاسها قوي كده وتقع منها وهي بتجري؟ ما هي القصة اصلها يا ماريا. وبعدين انا مش فاهمة، انت كل ما بتنضفي البيت وبتعملي الغدا وبتغسلي الغسيل وعندنا قرع عسل في المطبخ، ليه بقى مش بتطلع لك الساحرة الطيبة تخليكي برنسيس وتديكي فستان حلو عشان تيجي تجيبيني من المدرسة وانتي لابساه بدل البت؟ طب ما هو الامير اسمه ايه؟ معرفش. طب هي ليه سندريلا ما حطتش لمرات باباها سم في الملوخية وموتتها بدل النكد اللي احنا فيه ده؟ علشان هي بنت عاقلة ومؤدبة. هو في بنت عاقلة ومؤدبة تهرب من بيت وتروح ترقص مع ولد في الساعة 12 بالليل؟ لا وكمان تتجوزوا. طب هو الهابي ايفنينج افتر معناها ايه؟ معناها انها عايشة سعيدة هتعيش في تبات ونبات. ايوه ليه بقى؟ علشان امورة ولا عشان لقيت الجزمة مقاسها ولا علشان اتجوزت ولا علشان هتعيش في قصر كبير ولا علشان ما عندهاش سوسة في سنانها ولا علشان الساحرة هتحل ليها كل مشاكلها ولا ايه؟ هتعيش في تبات ونبات يعني وازاي ممكن انسان يعيش في تبات ونبات؟ مش نبات، انا هشرح لك. طب انتوا ليه بتقولوا لنا نعتمد على نفسنا ونبسط نفسنا لما ممكن الساحرة تيجي تبسطنا وتعمل لنا كل اللي احنا عايزينه؟ هو انا ممكن احوش واشتري ساحرة يا ماما؟ هو في ايه؟ هو في مجال اجاوب على فقرة الاسئلة الوجدانية اللي ظهرت فجأة؟ طب اخر سؤال، انا عايزة افهم ايه بالظبط اللي حصل لسندريلا بعد ما فردت الجزمة جت مقاسها واتجوزت الامير والفيلم خلص؟ قتلت الساحرة؟ ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. هو في سر حصل في قصه سندريلا وانا مش عارفاه؟ سر واحد بس، انا هحكي لك. كان يا مكان. اشرق وكأن الكون كله لك. جلال الدين الرومي. الفصل الاول. كان يا مكان. ان تكون انسانا فان هذا يعني ان تكون مطالبا بمعنى تنجزه وبقيم تحققها. فيكتور فرانكل. كان يا مكان. وقفت في شرفة منزلها العتيق تتأمل حديقة الشارع التي كانت يوما نظيفة ومبهجة قبل أن تدنسها حفاظات الأطفال المستعملة وبواقي طعام المتنزهين. سمعت صوت المهرجانات المنبعث من إحدى سماعات الكوفي شوب المكتظ بالشباب والفتيات وحتى العائلات وبأطفالهم، وقد سمر كل منهم عينه على شاشات الموبايل في يده وفي مشهد متكرر كل يوم. أخذت نفسا عميقا وتنهدت ثم قالت في نفسها خليهم براحتهم طالما مبسوطين. التفتت إلى مئات الرسائل على مكتبها في فزع وقالت طب ما انتوا عندكم مشاكل قد كده اهو، مش مبسوطين ولا حاجة ولا غاويين تخنقوني أنا في عيشتي ولا نظام؟ 3 أعوام منقطعة تماما عن العمل تركت السحر وتفرغت لدراسة أنماط البشر وأحوالهم ونفسياتهم وكيفية مساعدتهم. 3 أعوام كاملة لم تقرأ رسالة واحدة من مشاكل الناس ولم تستخدم سحرها المعتاد في حل المشكلات. نسيت العصا والكلمة السحرية بيبيدي بابيدي بو
وغاصت في أعماق النفس البشرية لتفهم ما الذي يسعدها، ما الذي يجعلها تشعر بالنجاح، ما الذي يشبعها، ما الذي يحركها، كيف يولد عندها الشغف، كيف ترقى عن مستوى الاحتياج الحيواني من أكل وشرب إلى مستوى آخر من الشبع النفسي والرقي بالذات والمساهمة في تغيير المجتمع. وبعد الانقطاع الطويل قررت فتح الرسائل القديمة، ولفت نظرها مجموعة رسائل في مظروف مميز باللون الأحمر، فبدأت بها. وكانت المفاجأة الرسالة الأولى: عزيزتي سندريلا، أنا عايزة أولا أشكرك على الفستان والحاجات الجميلة اللي انت عملتيها لي يوم الحفلة. أنا رحت وانبسطت جدا وعجبت الأمير واتجوزنا كمان، بس أنا دلوقتي متضايقة. كل حاجة في الأول كانت تحفة وتجنن، بس بعد شهر العسل وأنا حاسة إنه مش بيهتم بيا زي الأول. أنا بقعد لوحدي كتير جدا وزهقانة، وساعات بقعد أعيط مع نفسي، وهو السبب في الحالة النفسية اللي أنا بقيت فيها دي. قوليلي أعمل إيه؟ ممكن تعمليلي سحر يخليني مبسوطة؟ الرسالة التانية من غير مقدمات: أنا تعيسة، جواز إيه وبتاع إيه؟ يا ريتني ما رحت الحفلة، أنا وحيدة ومليش حتى أي صحاب. طول عمري ماليش صحاب غير الفئران والعصافير والكلب، ولما اتجوزت ومشيت من بيت مرات أبويا سممتهم كلهم. أنا وحيدة جدا، بكره نفسي وحياتي، واتخنقت جدا كمان، وبقى عندي تضاريس ما شافهاش كولومبوس في خريطة قبل كده. حاسة إني ماليش أي لازمة، وكل الأحلام اللي كانت عندي وأنا صغيرة انتحرت. مش عارفة أنا عايزة إيه ولا عارفة أعمل إيه في عيشتي. ساعديني لو سمحتي قبل ما انتحر. سندريلا. الرسالة الثالثة: عزيزتي الساحرة، شكلك مشغولة جدا، أو يمكن متي، بقى معرفش. عموما أنا هطلب منك شوية طلبات بسيطة، بكلمة منك وضربة عصايتك هتخليني سعيدة وتنقذيني من الانتحار. موتي مرات أبويا وبناتي، خليني أخلف عيال هاديين ومتربيين لوحدهم، خليني أخس من غير دايت، خليني أرجع حلوة ورقيقة وبسكوتة زي زمان. خلي الأمير يسيب كل اللي في إيده ويقعد معاه. خلي رقم 5 تحصل بس من غير ما يقرفني ومن غير الفلوس ما تقل. خلي الناس الرخمة كلها تموت. خلينا أبقى سعيدة، خلينا أبقى سعيدة، خلينا أبقى سعيدة. سندريلا. يا إلهي، إيه كل النكد ده؟ قالت باستنكار: ده أنا مش مستحملة 3 رسائل منك، أمال جوزك عامل إيه بقى؟ خلينا نشوف إيه الحكاية دي. عزيزتي سندريلا، أسفة جدا إن كل ده ما ردتش عليكي. أنا في الحقيقة كنت في إجازة بعد ما حضرت تدريب شاق جدا للساحرات على طرق جديدة لمساعدة الناس من غير سحر ولا شعوذة. زمن المعجزات خالص يا سندريلا، ومفيش أي سحر في الدنيا هيخليكي سعيدة وانتي متضايقة بوز النكد ده. المهم، خلينا نتقابل ونشوف ايه حكايتك. هتلاقي الكارت بتاعي مع الجواب وعليها المواعيد بتاعتي. أشجان. وفي اليوم التالي دق جرس باب منزل أشجان المتواضع، اللي تتفاجأ بفتاة في أوائل الثلاثينيات من عمرها قد شحب وجهها من الحزن وامتلأ جسدها من الدهن، واجتمعت فيها جميع علامات اليأس والإحباط والاكتئاب والحيرة. أهلا وسهلا. إيه ده يا سندريلا؟ شكلك اتغير قوي، وإيه كل الحزن اللي في جواباتك ده؟ انتي مين الأول؟ ومال شكلك اتغير كده ليه؟ ومين أشجان دي؟ مش انتي لا مؤاخذة الفري جود اند ماذرز؟ لا مؤاخذة؟ لا حضرتك، ما انا قلتلك انا بطلت السحر ومفيش حاجة اصلا اسمها جود ماذر، وفري ده بقى صابون مواعين يا اختي. انا اسمي الحقيقي أشجان، بطلي رغي وخش في الموضوع. باختصار، انا حزينة وتعيسة ووحيدة وحاسة اني ماليش لازمة في الحياة، عايشة باكل وبشرب وبلبس وخلاص، ولا مبسوطة مع جوزي ولا مع حد، ولا لاقية نفسي، مش عارفة أعمل إيه. حاولت أعمل حاجات كتير، سفر وسافرت، خروج وخرج، ما سبتش حاجة، حتى الشغل جربت. تخيل أشتغل وأنا مرات الأمير. دايما حاسة إن في حاجة ناقصة، في حاجة في حياتي عايزة تتظبط عشان ألاقي سعادتي الحقيقية وأحس إني عايشة. طب احكيلي كده، إيه اللي حصل واحدة واحدة؟ مفيش يا أختي، زي ما انتي عارفة أنا كنت طفلة سعيدة ومنطلقة لحد مامي ماتت وأبويا اتجوز. مرات أبويا بقى مريضة نفسيا،
وبتكلم نفسها بالليل. مجنونة وربنا، تخيلي بتغير مني وانا قد بناتها، وكل همها بناتها يتجوزوا بأي شكل، وطبعا محدش هيتجوزهم لأنهم متخلفين، لا بيعرفوا يتكلموا ولا يلبسوا، ودمهم يلطش، ونفسياتهم سودا من جوه. انتي يا بنتي ده مش انتي اتجوزتي وخلصنا خلاص؟ مالك ومالهم؟ استني ما انا جايلك في الكلام اهو. بس انا مش بحب احكي قصتي من الاول علشان افتكر العذاب الاليم. المهم، عشت مع مرات ابويا وبناتها حياه صعبه جدا، ما كنتش بقدر اقول لهم لا على حاجه. ماما علمتني ابقى طيبه مع الناس كلها، وهم كانوا بيستغلوني. يوم الحفله كل البنات كانت معزومه، وطبعا هم مرضوش اني اروح علشان انا احلى منهم هم التلاته. المهم انتي الهي يكرم اصلك ظهرتي ولبستيني فستان ياه وجزمه وظبطتيني على الاخر، ورحت الحفله ورقصتي مع الامير، والساعه بقت 12 فانت جريتي والجزمه وقعت منك وهو لقاها ولبسها لك واتجوزت. كل ده عارفينه، ايه بقى المشكله؟ الصبر يا حاجه، الصبر. اولا بقى الجزمه ما وقعتش مني، اللي حصل ان الامير اما طلب يتجوزني انا اتلخبطت، قعدت افكر اوافق او لا اوافق او لا، فخفت اكون بتسرع وداخله على حاجه مجهوله تضيعني. قلت اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، خليني مع مرات ابويا احسن، واديني حفظتها وحفظتني، وانا اصلا مش جو قصور وحفلات، مش متعوده يعني. بعدين قلت بس هتفضلي كده لحد امتى؟ ما يمكن دي فرصه تعيشي وتقبي على وش الدنيا وتلاقي نفسك بدل ما انتي طول النهار متمرمطه كده. احترت فعلا، فقلت اسيب له فرده لا مؤاخذه كده الشوز بتاعي وامشي لحد ما افكر. يا بنت اللذينه، يعني انتي اللي سبتي الجزمه من مزاجك؟ وبعدين يا سوسه كملي. ما خبيش عليكي يا اشجان، طول الطريق للبيت كنت متردده جدا. انتي عارفه برضو الجزمه كانت ازاز وشياكه وشكلها غالي، وانا محتاجه الفرده التانية علشان اعرف البسها. فكرت فعلا ارجع اخدها حتى لو مش هيشوفني بلبس المقطع، وبلا جواز وبلا بتاع، الجزمه اهم. بس في الاخر قلت لنفسي كل بنت طلعت ولا نزلت مسيرها لبيت جوزها، وهو كويس اكيد هيبقى احسن من العيشه في بيت مرات ابويا. وكده كده لازم الحق القطر قبل ما يفوتني، ونفيسه ودريه بنت مرات ابويا هيفرحوا فيا. فرجعتي للبيت والامير قعد يدور على البريئه الرقيقه صاحبه الجزمه عشان يتجوزها. بريئه ورقيقه؟ الامير زيه زي اي راجل بيحب البنت اللي بتجري وراها، حتى لو اقصى معرفته بيها انه رقص معاها مره. المهم مسك الراجل في الجزمة، وإلا لازم يلاقي صاحبتها. لف البلد كلها، وطبعا عشان ما فيش بنت غيري في البلد مقاس رجلها 38 وساعات 39 لو جزمة صيني من بطرس غالي، لقاني ولبسني الجزمة واتجوزنا بدل ما القطر يفوتني داس عليا. أنا مش فاهمة، هو انت ليه مش رقيقة زي ما شفتك في الفيلم؟ ولا انت طول عمرك طريقة كلامك الحقيقية كانت كده ولا ايه؟ ولا ده من كتر فرجتك على المسلسلات مثلا؟ وبعدين انت ليه محمله الجوازه كل الاسباب تعاستك؟ انت حاسه انك مش سعيده؟ مش لاقيه نفسك؟ ولا حاسه انك مالكيش لازمه؟ مال جوزك بالقصه دي؟ يعني ايه ماله؟ امال انا متجوزه ليه؟ مش علشان يبسطني؟ اكبر غلط، محدش بيبسط حد. لو انت معرفتيش تبسطي نفسك بنفسك، لو جوزك عمل لك قرد حتى مش هتنبسطي. ازاي يعني؟ خليني الاول اسالك سؤال، انت عاوزه تنبسطي ليه؟ علشان اعرف اعيش. وعاوزه تعيشي ليه؟ علشان لازم اعيش، اكل واشرب واخرج واتكلم مع الناس واتفسح وكده يعني. طب ما انت بتعملي الحاجات دي اوريدي، عاوزه ايه تاني؟ بعملها بس حاسه اني ماليش نفس ولا لازمه. اكيد مش هقضي حياتي كلها بعمل كده وبس. ليه؟ طب ما عادي جدا، في احلى من ان الواحد يصحى الصبح مش شايل هم اي حاجه، ياكل ويشرب ويلبس ويتفسح ويتجوز ويخلف ويكبر ويموت، ولا من شاف ولا من دار. ايه الملل ده؟ اكيد الحياه ما اتعملتش عشان كده وخلاص. امال علشان ايه؟ انت عايشه ليه يا سندريلا؟ عاوزه ايه من الدنيا؟ عايزه احس اني ليا قيمه، واني لما اموت الناس تفتكرني بحاجه عدله، اني ليا اي لازمه في الدنيا دي. ما هو اكيد ربنا ما خلقنيش كده وخلاص اعيش واموت كده وخلاص. انت مؤمنه بربنا؟ ونعم بالله. انت هتستهبلي؟ امال كنتي رايحه بتدوري على السحر ليه؟ خلاص بقى عديها. طبنا يا ست اشجان،
طب مؤمنة انك شخص مميز؟ لا طبعا، معرفش، مش حاسة. يمكن. ما تعرفيش ولا يمكن اكيد فيا حاجة مميزة، بس انا معرفهاش، بس نفسي اعرفها. عاوز تعرفيها ليه؟ علشان يمكن لما اعرفها استخدمها واحس ساعتها ان ليا قيمة ولازمة في الدنيا. وساعتها مش عارفة، واحدة واحدة عليا. هو ده بيت اشجان ولا برنامج صبايا الخير؟ طيب بصي، هكتبلك شوية اسئلة تجاوبيني عليها او حتى تفكري فيها والمرة الجاية نكمل. المهم عايزاكي ما تجاوبيش اجابات نموذجية، خليكي صادقة وجاوبي اللي انت حاساه فعلا من غير اي مثالية، ماشي؟ طب وجوزي مش هتطلق؟ خدي الاسئلة وغوري يا سندريلا. عودة للواقع، قبل ما نكمل قصة سندريلا ونشوف اسئلة اشجان ليها، خلينا نشوف الواقع شكله ازاي من خلال رسائل حقيقية عندي في الانبوكس. سالي: انا كنت طول عمري شاطرة جدا ومن اوائل دفعتي. بعد التخرج كنت متحمسة جدا للحياة والشغل، وكنت طموحة جدا اني اكبر واشتغل. في وقت حبيت محمد وكانت كل حاجة في الاول لطيف لحد ما خدت منه حتة ألم. عقبال ما فقت منه كان كل حاجة في حياتي اتدمرت. خسرت شغلي بسبب حالتي النفسية البشعة اللي دخلت فيها، خسرت صحابي لانه كان بعدني عنهم كلهم، خسرت البنت الطموحة اللي جوايا، وخسرت حماسي للحياة. طفاني يا هبة، انا اتطفيت ومش عارفة اعمل ايه خلاص. داليا: انا بدأت الرجيم لخامس مرة السنة دي، بفضل من دكتور للتاني ومن نظام لنظام، وكل مرة امشي اسبوع او 2 بزهق جدا 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 ومش بكمل في اي حاجة خالص في حياتي، مش بس الرجيم، اي حاجة في الحياة بتحمس ليها شوية في الاول وبعد كده خلاص. ليلى: بصي بقى، انا عارفة ان ناس كتير بتقول عليا مش مقدرة النعمة اللي انا فيها، بس حاسة انك هتفهميني. انا شخصية حياتي عادية جدا، متجوزة وعندي ولاد وبشتغل في شركة كويسة وحياتي مستقرة الى حد كبير بالنسبة لكل الناس، بس بالنسبة لي انا مفيش حياة اصلا. حاسة اني مش مبسوطة واني فاضية من جوه، ان مفيش معنى لحياتي او هدف او وجهة انا رايحة لها. مش عارفة هو انا اصلا المفروض يكون عندي هدف معين عايشة عشانه، ولا انا فعلا مش مقدرة النعمة زي ما بيقولوا كده. زهقانة من الحياة، مش عايزة حد كالعادة يقول لي سافري ولا اخرجي ولا قصي شعرك، كل ده بقت نصايح مكررة. انا مش عايزة اغير مود، انا مش عايزة اغير المود بتاعي دلوقتي وخلاص، انا عايزة اغير المود بتاع حياتي كلها. انا عايزة معنى لحياتي. مريم: دلوقتي انا اخر سنة في الجامعة ومش عارفة المفروض بعد كده اعمل ايه في الحياة. اعمل زي ماما بتقولي واركز بقى في حوار الجواز والعرسان اللي بتجيلي دي، واسيبني من قصة الشغل والماجستير والكلام ده، ولا سيبني من الجواز دلوقتي واركز على ان ابني كاريري الاول؟ طب لو سمعت كلام ماما، هل ده معناه ان حياتي بقيتها كله هيبقى بيدور حوالين جوازي وولادي وخلاص وعلى كده، ولا ايه؟ طب وهل ده اصلا هيخليني سعيدة، ولا هفضل اشتكي زي معظم المتجوزين لحد ما اتطلق؟ طب لو اخترت ان انا ابني الكارير بتاعي دلوقتي، هل ده معناه اني هتحول المرأة المتوحشة زي ما الناس بتقول؟ قطر الجواز هيفوتني بقى وهتمرمط وبقيت حياتي في الشغل وخلاص؟ اعمل ايه قوليلي؟ انا مش عايزه اكون ماشيه ورا كلام الناس وخلاص، انا عايزه اكون رؤيه واضحه لحياتي. نورة: هبه، انا حزينه ومرتبكه وخايفه ومش عارفه ابتدي منين. انا بكره نفسي وحياتي وكل ده بطلعه على ابني اللي ملهوش اي ذنب في الدنيا. انا نفسي يطلع شخص سعيد بيحب نفسه وبيحب الحياه، ومش عارفه هيكون كده ازاي اذا كنت انا امه لا سعيده ولا بحب نفسي ولا بحب الحياه. حضرت علشان كورسات في التربيه اللي ممكن تتخيليها وبرضه مش عارفه ابقى ام كويسه. انا تايهه جدا، ارجوكي ساعديني. علي: سؤال، هو انا هتجوز عشان افضل طول الوقت خايفه يسيبني، خايفه يتجوز عليا، خايفه يبطل يحبني، خايفه يبطل يهتم بيا، خايفه طول الوقت. لما كنت بتكلم مع خطيبي في المخاوف دي في الاول كان بيطبطب عليا وبيحاول يطمني، بس بعد كده بقى بيزهق، وزهقه ده كمان بيخوفني. بقى يقول لي انت فاضيه ومش لاقي حاجه تشغلي مخك بيها، او بطلي تركزي معايا كده. يعني ايه يا هبه ابطل اركز معايا؟ امال هعمل ايه في حياتي؟ ايه رايك في المشاكل دي وفي شكاوي سندريلا الاشجان؟ حاسه انها شكاوي غريبه عليكي ولا سمعتيها وعشتيها قبل كده؟ المشاكل دي منتشره وانا شخصيا بسمعها وبشوفها كتير في حياتي الواقعيه، وكتير منها عميق ومؤلم وما ينفعش يتحل بكلمه في رساله.
بس الأهم إن الشكاوي دي بتخليني أفكر إحنا ليه كتير مننا تايه كده، بيخرج من مشكلة يقع في غيرها، بيفضل يعيد في تجارب غلط ويفضل يختار ناس غلط وقرارات غلط في حياته إلى ما لا نهاية. وإزاي بقينا ضعاف لدرجة إن تجربة واحدة ممكن تكسرنا؟ وليه بعد ما بنتعب في الدراسة ونتخرج من طب ولا هندسة ونشتغل في وظائف كويسة وننجح بمفهوم المجتمع، كتير مننا بيفضل حاسس بفراغ جواه؟ وكتير كمان بعد ما بنتجوز ونخلف بنشتكي إن حياتنا فاضية وحاسين بالوحدة، ونطلع ده على أولادنا. ليه ساعات كتير بنروح لكوتش اتنين ونقرا كتب الدنيا علشان نتعلم عن تربية الأطفال ولا تنظيم الوقت ولا العلاقات الزوجية، وبرضه بنفضل حاسين إن في حاجة ناقصة، إننا لسه مش حاسين بسكينة أو راحة، إننا مش مبسوطين من جوانا مهما غيرنا جوه، ولا اشترينا ولا رحنا ولا جينا. فين المشكلة؟ إيه اللي ناقصنا علشان نعيش كويس، عشان نعيش عيشة فل؟ عيشة فل؟ في أغسطس 2016 عملت محاضرة بعنوان عيشة فل لمجموعة ستات في كندا، وسألت إيه أول حاجة جت في دماغك أما قريتي عنوان المحاضرة عيشة فل؟ معظم الناس قالت الرضا، وفي ناس قالت إني أكون عايشة مرتاحة، وواحدة قالت إني أكون بقوم بواجبي ناحية جوزي وولادي، وناس قالت إني أكون برضى ربنا وبتقي ربنا وبصلي وبصوم، وواحدة اعترضت على الفكرة من أساسها وقالت مفيش حاجة أصلا اسمها عيشة فل، ولا يمكن أكون أنا جاية من العالم العربي اللي كله مشاكل وظلم وفقر ومرض وأقدر أعيش عيشة فل حتى لو بقيت عايشة في كندا. مفيش عيشة فل. إيه رأيك في الفكرة دي؟ أنا شخصيا عجبني ردها. قلت لها إحنا فعلا جايين من منطقة كلها مشاكل وظلم ومرض وفقر، وحتى لو إحنا عايشين هنا في قلبنا وتفكيرنا مع أهلينا في بلادنا، بس إيه رأيك في المواطن الكندي اللي عايش في بلد فيها حرية وتعليم وصحة وديمقراطية وبياخد حقوقه ومش شايل الهموم اللي إحنا شايلينها دي؟ هل هو كده عايش عيشة فل؟ فكري معايا، يعني إيه عيشة فل؟ وإيه المقياس؟ وإزاي أعرف أنا عايشة عيشة فل ولا لأ؟ لو مفهوم العيشة الفل إني أبقى عايشة في بلد جميلة وعندي بيتي وعربيتي ومتجوزة جوازة كويسة وهكذا، يبقى أكتر من نص البني آدمين مش هيعيشوا عيشة فل بحكم ظروف البلاد اللي هم عايشين فيها، والنص التاني غالبا برضو مش هيعيش عيشة فل عشان زعلان على أهله وأحبابه اللي في النص الأولاني. والأهم من كده كمان إن لو العيشة فل كانت الظروف الجميلة والمريحة ما كانتش سندريلا راحت لأشجان بعد ما اتجوزت الأمير، وما كنتش أنا كتبت الكتاب ده. طب أمال إيه يعني عيشة فل؟ عشان أقدر أجاوب على السؤال ده قريت كتاب اتكلم عن السعادة والنجاح لقيته قدامي، اتكلمت مع الناس اللي درست لي من أكتر من بلد وناقشتهم، قريت عن الحياة وعن قصص الناس اللي بتقول إنها ناجحة وسعيدة في حياتها. صحيح المشاكل عندنا كلنا مش بتخلص، إنما في ناس أما بتتكلمي معاهم تحسي إنهم مبسوطين وحياتهم جميلة وبسيطة وملهمة، مبسوطين حتى في وسط مشاكلهم، راضيين كده وعايشين بصدق وسلام بسلام من جواهم، وناجحين كمان في حياتهم الشخصية والعملية، عايشين عيشة فل زي ما اخترت اسميها. يا ترى الناس دي عايشين ازاي وبتفكر في ايه وبينظموا وقتهم ازاي وبيتعاملوا مع مشاكلهم ازاي ومع التجارب والمشاعر المؤلمة اللي بيمروا بيها؟ بيخافوا من ايه في حياتهم؟ بيحطوا ازاي اهداف ويرتبوا اولوياتهم؟ ازاي بيفهموا نفسهم وبيعرفوا هم عايشين عشان ايه؟ ازاي بيعلموا نفسهم وبيعلموا الناس اللي حواليهم؟ والأهم من كده، هل ممكن لو فهمنا تفاصيل حياتهم نقدر نعيش عيشة فل زيهم؟ الناس اللي عايشين عيشة فل دول ناس زينا كلنا وحياتهم مش بامبي وخالية من المشاكل ولا حاجة، بس الفرق بين الناس دي وبين أي حد تاني هو فهمهم لكلمتين مهمين جدا. الكلمتين دول هتلاقيهم هم العامل المشترك بين كل رسائل الانبوكس والشكاوي سندريلا الأشجان. الكلمتين دول بيتكرروا عموما في كل شكاوي هتسمعيها من أي حد، مش كلمة جوزي ولا ولادي ولا شغلي ولا وقتي. الكلمتين اللي اتكرروا في كل الشكاوي اللي فاتت دي واللي فهمهم هو المفتاح للعيشة الفل هم أنا والحياة. أنا والحياة، يعني إيه أنا والحياة؟ وإيه علاقة الكلمتين دول بمشاكل الإنبوكس ولا كلام سندريلا والناس اللي عايشة عيشة فل؟ أنا والحياة معناها، ولا أقولك مش هغشش، أنا عارفة إنك عايز تعرفي الإجابة بسرعة، بس خلينا نلف الأول لفة ونكتشف إجابة السؤال ده مع بعض. تيجي نتفرج على فيلم كرتون الخارقون The Incredibles من أفلام ديزني اللي بحبها جدا، فيلم قديم اسمه الخارقون.
فكرة الفيلم ببساطة هي عيلة من أب وأم و3 أطفال، كل واحد فيهم عنده مهارة أو قدرة خارقة للعادة. الأب قوي جدا وبيقدر يشيل القطارات ويهد عمارات، والأم مطاطية بتقدر تمد إيديها ورجليها مسافات طويلة جدا. والأطفال واحد سريع جدا والتانية بتقدر تختفي والتالت مش فاكر الصراحة. المهم كل فرد في العيلة دي عارف قدرته الخارقة وبيستغلها في محاربة الأشرار والدفاع عن الضعفاء، وكل واحد ليه طريقة مختلفة في تحقيق الخير والعدل حسب قدرته الخارقة. وطبعا زي ما انت شايفة الفيلم ما فيهوش فكرة جديدة، معظم أفلام الكرتون قايمة على نفس القصة، سوبرمان أو باتمان أو النينجا أو أي بطل خارق للعادة بيحل المشاكل وبينقذ العالم وبيقوم بالليلة كلها، وباقي الشعب بيسقف له وهو بيمصمص شفايفه علشان للأسف اتولد شخص عادي، يا بيحقد عليه علشان ما عندوش قدرات خارقة زيه، يا بيطبل له علشان هو البطل، يا ماشي كومبارس في الفيلم مش فاهم ايه اللي بيحصل أصلا، وهكذا. طب بما ان انا وانتي من الشعب الغلبان اللي ما عندوش سوبر باور، ولا بيطير ولا بيطلع نار من ايده ولا قبضة دامية ولا يحزن، احنا دورنا ايه بقى؟ قاعدين في الدنيا بنعمل ايه يعني؟ عمرك سألتي نفسك السؤال ده؟ انا هنا في الدنيا ليه؟ بعمل ايه؟ ايه دوري؟ ايه قدرتي الخارقة اللي هحارب بيها الشر واغير بيها العالم؟ الإجابة اللي دايما بسمعها مفيش، أنا شخص عادي جدا ما عندوش قدرة خارقة زي الكرتون ولا كويسة في حاجة معينة زي فلان المشهور. الكلام ده مش حقيقي. في فيلم الكرتون ممكن أصدق إنك طالعة بس علشان تسقفي للبطل، إنما في الحياة مفيش كومبارس، كلنا أبطال. كل واحد فينا له دور في فيلم الحياة، وكل واحد عنده قدرة خارقة. مفيش واحد مخلوق غبي ولا عادي كده مفيهوش ميزة وملهوش دور. وزي ما كل بطل في فيلم كان عنده قدرة خارقة مختلفة وبالتالي كان دوره في الفيلم مختلف، احنا كمان أجناس وألوان وشخصيات مختلفة وعايشين في ظروف وأماكن مختلفة علشان يبقى لينا أدوار مختلفة في الحياة. حتى الاتنين الإخوات التوأم اللي اتربوا في نفس الظروف بالظبط، كل واحد فيهم ليه بصمة صباع مختلفة وليه بصمة في الحياة مختلفة. طب ايه علاقة الكلام ده بموضوع العيشة الفل وأنا والحياة والكلام الكبير ده؟ العلاقة إن أول فرق بيننا وبين الإنسان اللي عايش عيشة فل هو إنه هو عارف إنه خارق وعارف قدرته الخارقة وفاهم نفسه كويس وفاهم أنا بكل مميزاتها وعيوبها وقدراتها وإمكانياتها، وعارف يستخدم أنا إزاي، وعارف إزاي يكون أفضل نسخة من نفسه the best version of himself، وفاهم الدور اللي هو تحديدا هيلعبه في الفيلم أو البصمة اللي هو تحديدا هيسيبها في الدنيا، ودي أول حاجة مخلياه عايش عيشة فل. طب السؤال، أنا ليه أصلا المفروض يكون ليا بصمة في الحياة؟ ليه أصلا أسعى إن أكون خارقة أو بطلة أو ولا الكلام ده كله؟ ماله الكومبارس يعني؟ انتي جاي تشتغلي بإيه؟ أما أوبرا وينفري سألت الكاتب باولو كويلهو في انترفيو عن رأيه في الغاية أول فكرة من حياة الإنسان كان رده It's my stories، يعني غامضة. هو شايف إن مفيش إجابة صحيحة على السؤال ده، ومحدش هيعرف إيه الغاية من حياته غير أما يروح لربنا. وبالرغم من إني بحب أغلب الكلام باولو إلا إني اتخضيت من إجابته. محدش هيعرف هو عايش ليه غير أما يموت. دي تبقى أصعب عيشة في الدنيا اللي معرفش أنا عايشاها ليه دي. الدنيا دلوقتي بقت أكثر تعقيدا من إني أبقى ماشية فيها عمياني كده يوم بيوم من غير ما أسأل ليه. ده أنا لو حد قال لي هاتي 20 جنيه هسأله ليه. أقول لك حاجة الصراحة، دي مش مشكلة باولو لوحده. وأنا صغيرة محدش عمره قال لي إني المفروض أكون فاهمة وعايشة ليه، أو إني المفروض يكون ليا دور معين في الدنيا دي. يعني ببساطة كده كان كل دوري في الحياة إني آكل وأشرب وألبس وأذاكر وأبقى شاطرة ومؤدبة، وبعدين أكبر وأدخل الكلية كويسة وأنجح وأشتغل، وبعدين أتجوز وأربي العيال وأعلمهم ويبقوا شاطرين ومؤدبين وأكبرهم، وفي الآخر أسيبهم وأموت. طيب إيه؟ هو ده أقصى حاجة ممكن الواحد يعملها؟ يربي العيال على إنهم يبقوا شاطرين في المدرسة وبيسمعوا الكلام الكبار وخلاص كده؟ بغض النظر على إن الدور ده أصلا بقى صعب جدا دلوقتي مع الجيل الجديد من الأطفال المتوحشين، إلا إنه فين الهدف؟ فين الخطة؟ فين الحاجة اللي عايزة أحققها واللي هربي ولادي دول عشان يحققوها هما كمان؟ إيه الفرق بيني وبين كل الأمهات اللي هتعمل نفس الحاجة في الآخر؟ لو أخدت السؤال بتاع أوبرا وينفري ده وسألتيه للناس في الشارع إيه الغاية من الحياة، هتلاقي اللي هيكون صريح مع نفسه جدا ويقول
مش عارف، واللي هيبقى عنده رؤية واضحة جدا اللي هو عايش ليه، ودول قليلين جدا جدا. واللي هيقولك يا ستي أنا عايزة أعيش، انتي باين عليكي عميقة وهتعمقي لنا المكان. واللي هتجاوب عليكي إجابة قاطعة وحاسمة وتقولك أنا دوري أعمر الأرض. جميل قوي. يعني إيه بقى؟ يعني إيه أعمر الأرض؟ هتعملي إيه بالظبط؟ انتي جاية تشتغلي إيه ولا ليه؟ جاية أشتغل إيه يعني إيه؟ هوضح لك أكتر. من 1.5 سنة تقريبا حضرت ورشة عمل سألنا فيها المحاضر سؤال بسيط جدا بس فرق كتير في نظرتي لحياتي بعدها. سألنا هو انتي تاكسي ولا ملاك؟ لو العربية اللي انتي بتسوقيها كل يوم في حياتك دي عربيتك الشخصية، يبقى ليكي كل الحق تعملي بيها اللي انتي عايزاه، تروحي المشاوير اللي انتي عايزاها وقت ما انتي عايزة، تركبيها وقت ما تحبي، تركنيها وقت ما تحبي، تحافظي عليها، تبهدليها، تمليها بنزين ولا جاز ولا سولار ولا حتى بيبسي براحتك، هي عربيتك. هتستخدميها صح فهي عربيتك، هتبوظيها فهي برضه عربيتك، محدش هيحاسبك ولا هيسألك. انما لو العربية اللي انت بتسوقيها دي تاكسي فهي مش بتاعتك، انت مجرد شخص بيشتغل عليها لحساب صاحب العربية، وصاحب العربية اداكي الشغلانة دي لهدف معين مش لمتعتك انت، وبالتالي انت المسؤولة انك تحافظي على العربية بكل الطرق، مسؤولة انك تشتغلي عليها كويس زي ما صاحبها عايز، ومسؤولة انك تفهمي امكانيات العربية دي علشان تستخدميها وتحققي لصاحبها ارباح. من الاخر هي مش عربيتك الشخصية تركنيها ولا تبوظيها ولا تمشي بيها بلا هدف، انت بتشتغلي عليها. طب يعني ايه الكلام ده؟ خدي المثال بتاع التاكسي ده وطبقيه في حياتك. تفتكري انت حياتك بكل اللي فيها بالادوار اللي بتعمليها وبالمهارات بالمهارات اللي عندك، حياتك كلها المفروض تبصي لها نظرة عربيتك الملاكي ولا التاكسي؟ لو شايفة ان حياتك هي عربيتك الملاكي تعملي فيها اللي انت عايزاه وقت اللي انت عايزاه براحتك فده اختيارك. انما لو شايفة ان حياتك عبارة عن تاكسي انت المسؤولة عنه، يبقى مهم جدا لو عايزة تنجحي في الشغلانة فعلا انك تركزي وتفهمي هو صاحب التاكسي اداكي التاكسي ده بالامكانيات اللي فيها دي علشان تعملي بيها ايه، علشان انت تنبسطي وتتفسحي وخلاص وتمشي يوم بيوم من غير هدف، ولا علشان تركنيها، ولا علشان تقلدي الناس وخلاص، ولا في هدف المفروض توصلي له. لو قلنا ان التاكسي ده هو حياتك كلها، يبقى كل القرار بتقرريه وكل تصرف وكل اختيار في حياتك هو استخدام للتاكسي. وصاحب التاكسي مش المجتمع والناس اللي هم ماشيين في الشارع ولا السواقين اللي جنبك، صاحب حياتك مش انا وانتي وبابا وماما والناس. اللي اداكي حياتك وقدرتك الخارقة هو ربنا بس، وبالتالي الغرض من الشغلانة مش اللي الناس قررت انه دورك، مش اللي المجتمع شايف انه اقصى امكانياتك، مش اللي اخطائك ولا تجاربك المؤلمة في حياتك قررت انه هو ده تاريخك وده مستقبلك ودي حياتك. الغرض من الشغلانة هو الغرض اللي ربنا عايزه من حياتك انتي تحديدا. خلقك عشان تعملي ايه؟ عايزك تعملي ايه في شغلك ودراستك وعلاقتك باهلك وجوزك وولادك والمجتمع؟ عايزك تعملي ايه في وقت فراغك؟ عايزك تأثري في الناس ازاي وتستخدمي ظروفك ومهاراتك ازاي؟ ايه الامكانيات اللي في التاكسي حياتك والهدف اللي المفروض تحاولي توصلي له وانتي سايقة؟ ايه الوجهة بتاعت حياتك انتي تحديدا؟ طيب نرجع نسأل نفس السؤال، ايه علاقة الكلام ده بموضوع العيشة الفل ونوى الحياة والكلام الكبير ده؟ الناس اللي عايشة عيشة فل فاهمين علاقتهم دي بالحياة، وده هو الفرق، وده الفرق التاني بيننا وبينهم. هم فاهمين أنا، وفاهمين كمان إن أنا دورها في الحياة إنها بتشتغل فيها الهدف. الناس دي بتركب التاكسي كل يوم وهي عارفة إمكانياته وعارفة إنها مسؤولة تحافظ عليه وتعمل منه شغل، مش أقصى طموحاتها في اليوم إنها تلف في الشارع شوية بالتاكسي وتنبسط وخلاص. الناس دي بتسأل نفسها أنا إيه دوري؟ أقدر أساهم بإيه في الدنيا؟ إيه البصمة المختلفة بتاعتي؟ إيه المهارات اللي ربنا ادهاني وعايزني أنميها إزاي؟ وأعمل بيها إيه؟ إيه المعنى من حياتي أنا تحديدا؟ ربنا خلقني أنا بشخصيتي وظروفي وتجاربي وحياتي كلها علشان أعمل إيه؟ اداني التاكسي ده علشان أشتغل عليه إزاي؟ الناس اللي عايشة فل فاهمين كمان إن كل واحد فينا راكب تاكسي مختلف في شارع مختلف. إحنا مختلفين فعلا، ودي حاجة جميلة. شخصيتنا مختلفة وظروفنا وإمكانياتنا مختلفة ومهاراتنا ومميزاتنا وعيوبنا مختلفة. حتى حياة الإنسان نفسه وشخصيته بتتغير مع الوقت.
والمواقف اللي بيتعرض لها، وبالتالي ما ينفعش يكون مرجع الناس. عايزة ايه من حياتي أو من العالم؟ قرر إن النجاح إني أبقى دكتورة ولا مهندسة ولا ست بيت ولا شيخة ولا لبسي ولا شكلي ولا طريقتي ازاي المفروض يكون مرجعي أنا؟ ربنا اداني الشخصية والصفات والظروف عشان عايز نعمل ايه بيها في كل مرحلة من حياتي. والسؤال الأخير ده، مفيش في الدنيا كتاب ولا كوتش ولا شيخ ولا قسيس ولا رئيس دولة ولا عالم ولا أي كائن على وجه الأرض هيديكي فيه الإجابة النموذجية. ممكن يغير نظرتك شوية لحاجات، ممكن يساعدك وينور لك طريقك علشان تكتشفي انت الإجابة، إنما محدش في الدنيا هيقدر يديكي إجابة قاطعة وحاسمة. محدش هيقدر يقولك بثقة انت يا فوزية حياتك هتبقى هدفها كذا، اتكلي على الله. لأنه ببساطة السؤال ده مش سؤاله، ده سؤالك انت، بتاع حياتك انت، بتاع تجربتك انت وظروفك انت، فلازم تدوري على الإجابة انت. أهم يوم في حياتك اليوم اللي انت اتولدتي فيه، واليوم اللي انت اكتشفتي علشانه انت عايشة ليه. والبحث عن الإجابة دي رحلة طويلة وممتعة جوه نفسك. هتعرفي فيها انت مين، هتفهمي ايه اللي بيأثر في مشاعرك وأفكارك وتصرفاتك وقراراتك، ايه اللي بيحركك. هتدخلي جواكي أكتر وتفهمي نفسك أكتر، انت بتفكري ازاي وبتحبي ايه وايه اللي بيسبب لك ضيق في حياتك. هتفهمي ازاي تنظمي حياتك وتفكيرك، لأن ده اللي هيأثر على علاقاتك بكل حاجة تانية، جوزك وولادك وصحابك وشغلك ودراستك وكل حاجة. وهتكتشفي انك مش محتاجة حد يصلحك، لانك مش مكسورة اصلا، انتي قوية وتقدري تساعدي نفسك بنفسك. وزي اي رحلة استكشاف نفسك دي بينطبق عليها نفس الخطوات اللي بتنطبق على اي رحلة طويلة بتطلعيها. اول خطوة فيها ليه؟ هاواي. في يوليو 2016 سافرت انا وجوزي وولادي رحلة طويلة جدا بالعربية من تورونتو في كندا لولاية فلوريدا بجنوب امريكا. المسافة ما بين تورونتو وفلوريدا أكتر من 2000 كيلو متر. رحلة طويلة جدا وشاقة جدا جدا وفيها مخاطر أكيد زي أي رحلة طويلة، إنما اللي كان مهون علينا كل ده إنها كانت رحلة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. كانت رحلة من زمان بنخطط لها ماديا، وبنسأل اللي راحوا عن خبراتهم وتجاربهم، وبنعمل سيرش على أفضل الأماكن اللي نروحها هناك، ومركزين هنوفر في إيه وهنصرف في إيه وهنقف فين في الطريق علشان نرتاح، وهنجرب ايه في كل ولاية هنقف فيها، وهنسلي نفسنا في الطريق بايه علشان ما نحسش بطول المسافة، وبنهيئ ولادنا على التعب اللي ممكن يتعبوا في الطريق في مقابل السعادة والاستمتاع اللي هيحسوا بيها واحنا بنزور الأماكن اللي مخططين لها، والسعادة بالحاجات اللي هنشتريها، والذكرى الجميلة اللي هتفضل بعد ما نرجع من الرحلة ويروح التعب والإرهاق. أهمية الرحلة بالنسبة لنا كانت مهونة التقشف المادي اللي كان قبلها وبعدها، والطريق الطويل والإرهاق بتاع الرحلة نفسها، وده الحال في أي رحلة طويلة الواحد بيروح لها. حتى في أبسط رحلة للبحث عن الفستان الجميل المناسب للفالنتين، أو بنقعد نلف ورجلنا تورم، بس كله بيهون علشان لقطة يختشي قمر اللي بنحس بيها واحنا متشيكين كده قدام المراية. في أي رحلة علشان تهون لازم الإنسان يسأل نفسه قبل أي تجهيزات، ليه؟ إيه أهمية الرحلة دي؟ ليه مهم أروح المكان ده وأبذل المجهود ده وأصرف الفلوس دي؟ لأنك لو مش مدرك أهمية الرحلة بتاعتك والهدف منها هتلفي وترجعي من أول مطب، أول مشكلة، أول موقف صعب، أول فشل، أول خسارة، أول ما كاوتش العربية ينام منك هتنامي جنبه. الدوافع شيء يجب أن تتجدد يوميا. الفرق بين رحلة زي بتاعت أمريكا دي وبين رحلتك علشان تفهمي الهدف من حياتك إن الرحلة التانية دي أهم رحلة في حياتك كلها. رحلة هتخليكي تعيشي فعلا عيشة فل، لأنها هتبقى عيشة فيها معنى، ليها وجهة وهدف. رحلة هتخليكي سعيدة نفسيا لأنك عارفة أنت بتعملي إيه وعايزة إيه. رحلة هتخلي كل أدوار ومكعبات حياتك تدور حوالين معنى واحد، وهو إيه الحاجة اللي أنت اتخلقتي علشان تعمليها. حتى وقت الفراغ والمتعة هيبقى عامل زي الاستراحة اللي بتاخديها ريست هاوس، مش علشان تقضي باقي الرحلة كلها هناك، إنما علشان ترتاحي شوية وتشحني علشان تعرفي تكملي الطريق. رحلة استكشاف نفسك واكتشاف مراد ربنا من حياتك أنت تحديدا. الرحلة دي أهم رحلة في حياتك كلها. علشان تستعدي للرحلة خدي نفس عميق وتعالي نشوف الأسئلة اللي سندريلا أخدتها ونفكر فيها. الأسئلة 10: إيه الحاجة اللي بتبقي مبسوطة وأنت بتعمليها لدرجة إن الوقت ممكن يعدي كده من غير ما تحسي؟ حاجات بتستمتعي إنك بتعمليها حتى لو مش هتاخدي عليها فلوس. مش عارفة،
طب وانتي صغيرة ايه الحاجة اللي انتي كنتي بتستمتعي فيها جدا وانتي بتعمليها؟ السؤال التاني، ايه الهدف من حياتك؟ عايشة علشان ايه؟ ايه اللي عايزاه فعلا من حياتك وليه؟ السؤال التالت، ايه الحاجة اللي بتحلمي انك تعمليها في يوم من الايام؟ السؤال الرابع، ايه الحاجة اللي لو ضمناها 100% انك هتنجحي فيها كنتي عملتيها؟ يعني لو تخيلنا مثلا ان مفيش عوائق زي ضيق فلوس او ضيق وقت، كنتي هتحبي تعملي ايه في حياتك؟ السؤال الخامس، في حد تعرفيه او تسمعي عنه بيعمل الحاجة اللي انتي بتحبي تعمليها دي وناجح فيها؟ السؤال السادس، هل البيئة اللي حواليك مساعداكي انك تبقي احسن واحدة ممكن تكوني؟ هل بتخرجي احسن ما فيكي؟ ولو اجابتك لا، عملتي اي حاجة قبل كده عشان تحسني الوضع اللي انت فيه ده؟ السؤال السابع، هو انت تستحقي تعيشي سعيدة؟ انت شايفة انك شخص يستاهل السعادة؟ السؤال الثامن، لو سألتك ايه اكتر مشكلة بتواجه العالم دلوقتي من وجهة نظرك، واللي لو اتحلت الناس هتبقى حياتها احسن، ايه هي؟ السؤال التاسع، لو عرفتي ان حياتك هتنتهي قريب جدا هتعملي ايه؟ وهتندمي انك ما عملتيش ايه؟ السؤال العاشر، لو بتفكري في المستقبل هل عندك استعدادات انك تطلعي احسن ما عندك؟ تخرجي احسن انسان جواكي؟ عندي نصيحة وانت بتقري الكتاب، اقري بالراحة وشخبطي كتير، خلي جنبك قلم وألوان، اكتبي كل الخواطر اللي هتدور في بالك، كل الأسئلة، كل اعتراض، كل لمبة نورت، كل موقف افتكرتيه، اكتبي مشاعرك، اكتبي كل حاجة دارت في بالك من غير تفكير أو تنظيم، اكتبي، لأنك هتتفاجئي باللي كتبتيه بعد ما تخلصي الكتاب. يلا بينا نرجع لسندريلا.